السلام عليكم. دابا غنمشيو لفيديو ديال الخياطه. اول حاجه غنوريكم كيفاش حطيت على الثوب. كتجي هنا درت العرض ديال الصدر، طويتو على جوج بحال دابا عرض الصدر عندها 28، اذا 28 56. دونك جيت هنا طويت على 60، الثوب طويتو على 60. غنجي هنا نخلي 30 هكا. المسطره كنديرها الوسط، فاش كيكون عندنا الثوب خصنا نطويه على 4. من الاحسن ديروا مسطره الوسط باش كيجيكم قاد وكتقدروا تجروا الثوب كيما بغيتو. شفتوا هاي طويت على 4، خليت 60 سنتيمتر، خطويتها عاوتاني على جوج صافي. في الاول طويت درت 60 وطويتها على جوج، وعاود طويت بحال طويت على 4 باش نخرج الامام والظهر. ونجي نحط الباترون ديالنا. ضروري خصكم ديروا الباترون ديالكم وديال الكورساج ديال الجهه الفوقانيه. كنجيو كنثبتوا من لهيها الجهه اللي مسدوده ديال الثوب مطويه. انا حيدت المسطره، شفتوني حيدتها صافي. غير تبداي ديري في نهايه تحيدي المسطره. فين ما يكون عندكم الثوب طويل 4 ديروا مسطره من الاحسن. هنا ما نخليش قيمه الخياطه في كل شيء الا الفوق اللي غنخلي 1 سنتيمتر الفوق هنايا باش نخيطهم على ستيك صافي. الدوران كامل ما خلينا والو صافي. كاينه قيمه الخياطه كلشي كاين. دابا غنمشيو ناخذ بقايا ديال الثوب بعد ما طويت بحال طويت على الارض الحاشيه مع الحاشيه. فصلت الامام والظهر على عادي بحال كنفصلوا الثوب عادي. ولكن دابا شوفوا هنا عندي 28 في الصدر، هي اللي درتها في الحزام. ديك 28 غنزيد عليها 20 سنتيمتر غتعطيني 48. الفرفره الاولى غتكون فيها 48 سنتيمتر، 48 على 37 في الطول. كنا فصلنا هكا الامام والظهر ياك. دابا غنقلبوا الجهه المعاكسه، غتولي عندي الحاشيه على يدي اليمنيه واليسريه. في الاول كانت بحال اللي موالفين كنفصلوا قاميجه وداكشي عادي، ولكن دابا باش غنفصل الفرافر الصايه كتولي بحال كتسمى التنكيس. هاي الحاشيه على يدي اليسريه والحاشيه على يدي اليمنيه، بحال العرض ديال الثوب هو اللي ولا الطول صافي. كنجي هنا كنعبر ديك عندنا 28 في الحزام، غنزيدو على 20 غتولي 48. غنمشي هنا نطوي على 48 سنتيمتر. والطول نديرو 37 ونجي نسطر واحد المستطيل 48 على 37 وهنا 48 صافي. داك هي 3 متر راه هي اللي من لهيه وهنايا العرض. انا قلبت الثوب صافي، درت 37 على 48 ومن لهيه هذاك الشيء اللي طايح من لهيه الثوب راه هي 3 متر. كنفصلوا بالمقلب. ها نتوما ها انا حطيت دابا ديك القصده شتي زايد عليها ب 20 سنتيمتر الفرفره الاولى ومشي قطع. الفرفره الاولى فيها جوج اجزاء، الثانيه فيها جوج والثالثه فيها جوج، وحده ديال الظهر وحده ديال الامام راه باينه. نفصلوا هذه ونعاود نفصل اختها قدها في نفس الاتجاه نفس البلاصه في كل شيء. هاي الاولى الفرفره الاولى وكنكتبوا عليهم الارقام. هذه رقم 1. نمشي نحيد دابا هادشي ونطوي في نفس المكان وندير الفرفره رقم 1 الثانيه. شتي 3 متر الثوب راه هي اللي ليه بحال ردينا دابا الطول هو العرض باش كتقدنا في الفرافر. هنا طويت هنا قدها نجي نحط هكا الفرفره الاولى هي قدها نيشان ونقطع. دابا نمشي ندير الفرفره الثانيه نحل هاد الثوب كامل وغنمشي ندير 48 نزيدو على 20 68. دابا نديرو 68 على 36 في الطول. كنبقاو نطوي على الطول ديك 3 متر وهي اللي كنمشي نطوي ولا يدي اليمنيه ولا اليسريه. الطول الكامل راه هو العرض الحاشيه هنايا والحاشيه من لهيها.
غنجي هنا غادي نعبر 68 باش ندير الفرفره الثانيه. فاش خدمت معكم التصغير درت لكم 65 و 68، الفرفره الثانيه 65 والثالثه 68، ولكن هنايا جاتني الفرفره الثالثه كبر، حيت المسطره دي شويه بحال كتنقص ليا ولا كتزيد العبار. نتوما ديك الساعه كطو كتعرفوا شحال. صافي غنجي هنا نقاد هكا الثوب نديرو 68 على 37. نجي هنا ندير 37 الطول ديال الفرفره رقم 2 37 والعرض 68 ونمشي نسطرها ونقطع. دابا نقطع الجزء الاول من الفرفره رقم 2 ومن بعد عاود نطوي الثوب على اليد اليمنيه وندير القطعه الثانيه ديال رقم 2. بعد ما قطعت الفرفره رقم 2 انا قطعت الجزء الاول اللي غيلصق في الامام، دابا نمشي نقطع الجزء الثاني اللي غيلصق في الظهر. غنمشي لجهه اخرى اللي مسدوده ديال الثوب هنايا اللي على يدي اليمنيه كانت ما مقطعه ما والو ياك هاهي، وغنجي هنا غادي نطوي هكا. هنا على يدي اليسريه بقى لنا الثوب هكا شتو كيعوج، غنجي هنا نطوي هكا وداكشي اللي عندي شتو لتحت الثوب عندي ناقص، يعني خصني نسطر على قدو نيشان. انا طليت عليه ودرت على قدو مسطره هكا السطر. ها نتوما انا نوريكم شنو نقاد الثوب هكا شتو كتقادو على حسب التقطيعه، ونمشي نفصل الفرفره الثانيه. نحطو هذه الاولى هكا فرفره رقم 2 كنحطها هكا فوق الثوب ونخرج فرفره رقم 2 الثانيه ونقطع. هادشي اللي بقى ليا غيبقى ليا في الفرفره الثالثه. نمشيو لهادشي اللي بقى لنا نطويوه على 2. بقات ليا في الفرفره الثالثه 31 سنتيمتر الطول ديالها، والعرض نمشي قاد هكا الثوب ونطوي على 2. غنمشي نقاد الثوب لان عندي بقات جهه عريضه وجهه رقيقه شفتوا هنايا، شوفوا كيفاش جا عوج. دونك غنمشي نقادو باش نفصل الفرفره الثالثه في خاطري. نحيد دوك الزوائد اللي عوجين ونخلي غير هاد الطوله كامله. صافي ها هو غنطوي على 2 ونقسمها على 2 باش يولي عندي فرفره ديال الامام وفرفره الظهر. داكشي اللي بقى في الثوب. بعد ما قسمت على 2 نشوف شحال بقات لي، غتجيني 72. صافي مزيان طويت على 2 72 و 72 يعني 72 غتجيني بحال متر و 42 متر و 44. هاهي رقم 3. هنا رقم 2 القطع، ورقم 1
حتى هو 2 القطع باش نعقلو عليهم. صافي الامام هما الفريفيرات. هادشي اللي بقى ليا غنمشي نفصل لكم، نجي نطوي هكا على 2 ونعاود نطوي على 2 بحال طويت على 4. داكشي اللي بقى ونمشي نحط الباترون ديالكم. الكم عندنا فيه بحال مثلا 75، هنا نديروها 50 ومن بعد نكملو بالطرف ديال الثوب ديك الفرفاره باش نكملو الطول ديالكم. انا جاتني هنايا 43 سنتيمتر في الطول اللي خداتني مع الثوب 43. وهذا الشيء اللي بقى غنديرو هنا في الاسفل 43 ولا 50 اللي بغيتو. المهم ان طولكم كامل كنزيدو عليه تقريبا شي 12 ولا 13 سنتيمتر. بحال دابا عندك 60 غديري 73. غنجي للفوق غنخلي 1 سنتيمتر بحال اللي خلينا في الجهه الفوقانيه في القسطه، وهنا ما نخلي والو، وفي الاسفل والجوانب ما نخلي والو. حنا قطعنا 2 كميمات، نمشيو هادشي اللي بقى لنا نشوفوا بعدا شحال نقصنا في الكم. 25. نجي هنا نطوي هذا هكا على 4 هكا، شحال بقى لنا ديال فرونس شي 6 سنتيمتر. ضروري نديرو مسطره هكا. من بعد غنمشي نحيد المسطره فاش طويت على 4 صافي كلشي مقاد، ونفصل في الفرفارات بجوج بهم ديال الكمام ديالنا. غندير الطول ديال الفرفره 25 سنتيمتر. هنا بقات لي 43 و 25 68 تقريبا، 68 ولا 70 على حسب الثوب شحال بقى لك فيه. ندير هنا 25 ونمشي نقطع. دابا يخرج ليكم اليمني وكم اليسري، انا طويتو بالاربعه. وهادشي اللي شاط ليا فيكم في الاسفل لكم هو اللي غندير به الحزام. نمشي نطوي هذا على 2 نقسمو على 2 صافي. هذا هكا غيتكمش، وهنا غيجي لاصق لتحت في الاسفل. صافي كملنا كلشي اجزاء. غنجيو لهذا غنقسمو من الوسط باش يعطيني حزام، باش يعطينا حزام طويل. بحال نقولوا هذا فيه متر في الطول على 12 سنتيمتر في العرض. قطع هكا تبقى لي 6. 2 هنا غيمشيو الخياطات تبقى 4 في العرض ديال الباندا ولا العرض ديال الحزام، ولا 3 سنتيمتر خليها تبقى في الاخر. شو هنايا هذه الغلطه اللي درت، مشيت قسمت هذا النايفيه على مثلث، ما كانش عليا نقطعو هكا.
حتى قطعت عاد سولتها قالت لي ما بغيتش نايفيا، بغيت شي بوندو. يمكن لك ديري هكا شتي وتحزمي به راسك، سينو انا ندير لها بوندو. صافي كنجيو هنا نوريكم الاجزاء تاعنا. فوق الجهه الفوقانيه الكورساج على اليد اليمنيه مقصده الفرفره الاولى هكا، باش شكون كنخيط تفهموني شنو كندير. كنجمع الفرفرات بثلاثه بهم مع بعضياتهم، عاد كنمشي خيطهم مع هذيك القصه، مع القطعه الفوقانيه كميمات ديالنا هكا. شتو هذا هكا غتولي فرفره هنا. الفرفره الاولى غتمشي هكذا، الثانيه غتمشي مع هذه، والثالثه ما كتكونش فيها بزاف لي فرونس. وهذا الحزام. دابا غنمشيو لا ماشين. اول حاجه غنبداو بها هي المونتاج ديال الكم. هذا الكم غنخدم معكم غير كم واحد وكم اخر تخدموه بنفس الطريقه. نمشيو ناخذ الكم والفرفره ديالو. صافي نمشي هنا ندوز لي فرونس على الفرفره غير من جهه واحده، غير من الفوق. كتكبري الغرز ديال الماكينه كديرهم في رقم 5 وتحلي شويه هاد الطونسيون، هاد البوطونه اللي مقابله معايا، وتمشي ديري هكا مع الحرف ديال الصباط. كديري السطر الاول، الخياطه الاولى مع حرف الصباط، كدوزيهم نفس الوقت، جوج فرفرات في نفس الوقت ديال الكم اليمني والكم اليسري. ومشيو دابا الخط الثاني ديال الخياطه غيمشي مع الحرف الصباط، غيمشي مع الخياطه الاولى اللي خيط دابا. فاش غنكمل الخيوطه اللي غادي تجروا باش ديروا لي فرونس هما الخيوطه ديال الكانيت التحتانيين، ماشي ديال الابره، ماشي اللي كيخرجوا من الابره. فاش كنجيو نكمشوا لي فرونس صافي كتمشيو لدوك ديال الكانيت ديال اللي كيخرجوا من تحت، ماشي اللي كيخرجوا من الابره. نجر هنايا جوج خيوطه ونجرهم بجوج، نجرو شويه في اليمين وشويه في اليسار. عاوتاني هنايا نفس الخيوطه نجرهم بجوج. هذا هو الخيط ديال الكانيت الاسفل. ما عمركم تجروا الخيوطه اللي كيخرجوا من الابره حيت كيتقطعوا. صافي ها هو لكم هنايا جهه التركيز، ها هي، وهنا التركيز هنا الاسفل ديالكم. درنا فيه غير 43 سنتيمتر ياك ولا 50 سنتيمتر على حسب الثوب شحال عندنا. وغنجيو نلصقوا فيه الفريفره ديالو في الاسفل هكا، تحطي وجه الثوب على وجه الثوب. شتو كيفاش كتجي. دابا غنمشي نقلب، نحط وجه الثوب على وجه الثوب ونمشي نخيط هكا. نمشي نخيط ما بين داك الخيوطه ديال لي فرونس، تخيطي ما بين الخيط وخيط، حيت درت جوج خيوطه باش درنا كاشكاشه، غتمشي ما بيناتهم وتخيطي. نصغروا الغراز، بعدا كنت نساو الغراز رقم 5 درت رقم 3.5 ونمشي نخيط. نقادو هاد الفرفره تتولي قدها قد الاسفل، العرض ديال الاسفل لكم. حنا كنخيطو كنقادو لي فرونس، ما تخليوهمش مجموعين غير في جهه واحده، يكونوا مفرقين نفس القدر. صافي شتو غدا وكنقاد هكا تنكمل حتى الاخر. دابا غنمشيو لايدنا هكا، يدنا ونمشيو نعبروا لاستيك هكا. انا درتو مزير عليا لانها البنتي الكسوه وانا يدي كبير عليها، هي عبرت عليها نيشان ما يكون لا واسع لاستيك لا صغير لا كبير، قد نيشان لحد في القد، ما تجبدوش لاستيك صافي باش ما يجيهاش مزير.
ونقطع جوج ديال لاستيكات قد تتعبري لها الدورة ديال اليد. دابا غنمشي نخيط لاستيك في الاسفل الكم باش نحيدو علينا الكم كامل نجمعوه، عاد نمشيو نخدمو الكسوه ديالنا. غنمشيو هنا نشوفو شحال عندنا في العرض لاستيك. هانتوما عندي سنتيم قل 2 مليمتر، اذا هنا نجي نطوي على سنتيم. في الاول كطوي على نص سنتيمتر ومن بعد تعاود طوي طويه ثانيه على 1 سنتيمتر، في الاول نص والثانيه 1 سنتيمتر. دائما الطويه اللي كطوي كتكون كبر من العرض ديال اللاستيك بجوج مليمتر. مثلا عندك لاستيك فيه 3 سنتيمتر، الطويه غديري فيها 3.2 صافي باش يلاه كيكون منفس داك لاستيك. نطوي النص ونعاود نطوي 1 سنتيمتر، ولاستيك عندنا فيه 8 مليمتر. دابا غنمشي ناخذ شي فيليل وندخل لاستيك. شوفوا كيفاش ندخلو هكا بشويه علينا، عندك يزلق لكم كامل لاستيك يمشي يدخل كامل. خليو الراس ديالو فاش غتدخلي هكا غتخلي داك الراس هنا البدايه بشويه عندك يمشي يزلق لك لاستيك هكا غير يوصل هنا للحد. نمشيو نثبتوه بالماكينه، نسدو عليه مزيان نرتقوه باش نقدروا ندخلوا الكماله ديال لاستيك. تثبتيه مزيان بلا غيطمون صافي. هيا خيطته مزيان ونبقى غادا نستمر هكا ندخل لاستيك، وفي النهايه عاوتاني نديرو نفس الشيء. جينا نحيد هاد الفيليل وهنا نمشيو بشويه علينا هكا ونمشي نثبت. عندك تخليكم لداخل لاستيك صافي. ها حنا كملنا لكم، نقادو هادشي هذا هكا. صافي حنا كملنا لكم. غنمشي نحطو دابا على جانب ونبدا الكسوه ديالنا. شفتوا هنا يمكن لكم ديروا لاستيك الا بغيتو تاني في هاد الجهه هادي الوسط، انا ما بغيتش نديرو. دابا غنبداو هنا كيفاش غنجمعوا البياسه ديالنا الكسوه ديالنا. كيفاش غنجمعوها؟ غنجيو نحطو هكا التركيز ديالكم مع التركيز ديال الكسوه، نمشي نخيط على بعد 1 سنتيمتر هكا، وجه الثوب على وجه الثوب نمشي نخيط. حطيتكم مع هذيك الكورساج مع التركيز ديالنا ديال الكسوه، نمشي نخيط على بعد 1 سنتيمتر. دابا حنا موالفين كنخيطوا الكتفين في الملابس العاديه، كنخيطوا الكتاف وعاد كنمشيو نخيطوا التركيز وداكشي ياك. هنا لا، هنا عندنا الامام والظهر ديال الكسوه كيتجمعوا لنا بالكمام بحال شكل الغاكلون. ها هو الكم خيطناه في الاول هكذا مع الكورساج، ها هو كم وها هو الفوقاني الكسده. الامام مثلا الامام ومن لهنا خليت لكم، نجي هنا عاوتاني غنلصق في الامام الكم الثاني الامام ولا الظهر بحال نجيو نحطو تركيز مع تركيز هكا، وجه الثوب على وجه الثوب ونمشي خيط. حطيت الامام ولصقت معكم في اليمين وكم في اليسار من جهه. يعني الكسوه ديالنا كتجمع لينا هكا من الفوق غير بالكمام. الوغ الامام ساليناه كي الامام كيظهر بقد غير انا سميتو الامام وصافي. امام سالينا بقاو لنا الكميمات على يدي اليمنيكم وعلى يدي اليسريكم، والوسط هو الامام. دابا غنمشيو نلصقوا، ناخذ الظهر وغنلصقوا مع هاد الكماله ديالكم. ها هو غنحط الظهر وجه الثوب على وجه الثوب، تركيز مع تركيز، ونمشي نخيط الظهر مع الكم هكا، نمشي نخيط على بعد 1 سنتيمتر.
صافي. نمشي الجهه الثانيه الظهر ونلصق فيها الكم جهه اخرى، الكم الثاني. صافي راه كيولي باين القطعه الوحيده اللي بقات محلوله لصقتها بعد الظهر عاوتاني نمشي خيط. صافي كملنا. شوفوا الشكل ديالنا كيفاش ولا، هاي ولات باينه لنا دابا الكسوه. دابا غنمشي نحطو على جانب ونمشي نركب الفريفره تاعنا. شفتوا هاي الحزام، وهنا فين كيكون لاسي كيتجمع هكا من الفوق جهه العنق، وهنا الجوانب. هنا غنمشي ندوز السورجي هنا وهنا، ديك الفرفره ندوز على السورجي و في الجهه د الغاكلون بربعه بهم جهه الخياطه ديال التركيز غنمشي ندوز على السورجي بربعه بهم ونحط هذاك على جانب. دابا غنمشي هنا غندوز الكشكشه، ندوز لي فرونس على فرافر. عندنا 3 الفرافر، 3 في الظهر و3 في الامام، كلهم غنمشي ندوز عليهم لي فرونس غير من الجهه الفوقانيه ديالهم. رقم 1 ندوز عليها من الفوق، رقم 2 من الفوق، ورقم 3 من الفوق. انا درت الخياطه الاولى على بعد نص سنتيمتر، غنمشي الخياطه الثانيه غنديرها مع الحرف ديال الخياطه الاولى. والغرز الماكينه رقم 5. شوفوا يدي كيفاش كتمشي مع الثوب. غرز الماكينه كنكبروهم رقم 5. احنا كملنا رقم 1 خيطتها. قلت لكم الغرز غديروا في 5 كبارين، اكبر غرزه. دابا انا في الفرفره الثانيه ندوز هكا السطر الاول ديال الخياطه، ومن بعد ندوز السطر الثاني. علاش كنفضل ندير جوج سطور وما نديرش واحد؟ لان الا درتي غير سطر واحد هكا في لي فرونس فاش غتجي تخيطي غيبقى يتقلب لك الثوب، ما يتخيطش لك هذاك التكماش، بحال تبقاي دوزي فوقو مقلوب. داكشي علاش كنضطروا اننا نديرو جوج. فاش غنجي غنخيطو البياسه ما بين خيط وخيط. دابا نمشي الفرفره الثالثه ونديرو نفس الشيء. انا نخدم معكم غير جهه واحده بحال مثلا الامام ولا الظهر، وانتم جهه اخرى غتخدموها بنفس الطريقه. صافي. شوفوا دابا الخيط ديال الابره هو اللي كيكون هنايا لداخل الثوب، ياك الخيط ديال الكانيت التحتاني هو اللي كيكون على وجه الثوب. اذا انا فاش غنجي نكرش هكا غنجي نكمش الخيوطه، شفتوا كنمشي على الخيط، مشيت على وجه الثوب لان تما فين كاين الخيط ديال الكانيت. غتجري هنايا كتجري نص المسافه وتشيل على يديك اليمنيه ثاني وتجري على بنفس الطريقه نفس المسافه هكا. كتبقاي غدا وكتشكلي دوك لي فرونس غير بشويه. قلت لكم ما عمركم تجروا الخيط اللي كيخرج من الابره. راه باغي لاحظوها نتوما، شدوا قطعه ديال الثوب وجري الخيط ديال الابره، ومن بعد قطعه ثوب اخرى وجري الخيط ديال الكانيت، وغتشوفي هذا كيدير لك لي فرونس زوينين. خيط الابره الا جريتيه غيطرطق. وفاش تكوني كتجبدي هنا باش ديري لي فرونس ماشي تكوني عاوتاني عصبيه، بقاي غدا ديليكاتمون يعني بشويه عليك، حيت الخياطه راه ما كتبغيش داك الاعصاب وتوركي على الثوب هذا غيطرطق لك الخيط وغتصدقي غتعاوديه من الاول. دابا غنمشيو هنايا. انا كملت الفريفرات ديالنا. دابا غنجي نخيط هكا، غناخذ الفرفره الاولى هي الفوقانيه، غنمشي نلصق فيها الفرفره الثانيه في الاسفل ديالها، نبقى نجمع هكا الخيوطه حتى تولي لي الفرفره الاولى الفوقاني ديالها قد الحزام ديال الكسوه تاعنا ديال الكسده. صافي ها هو خديت الابار. صافي ما نركبوش دابا مع الفوقاني. دابا غنركب غير الفرافر بثلاثه، عاد نركبهم مع الجهه الفوقانيه مع الكورساج. دابا غنمشي ندير الفرفره الثانيه، غنمشي نجبد ليها الخيوط هكا نكون لي فرونس دوك الكشكشه، غنبقى ندير نكمش لي فرونس حتى تولي. دابا هذه فرفره رقم 2 حتى تولي قدها قد الاسفل ديال الفرفره رقم 1.
صافي كملنا لي فرونس ديالنا، هاهما تتأكدي انها قدو. غنمشي نلصق دابا الفرفره الثانيه مع الفرفره الاولى في الاسفل ديالها، الفوق فين كنلصقوا الحزام، وهنايا الفرفره الثانيه غنلصقها مع الاولى هكا، مع الاسفل ديال الاولى هكا. تحطي وجه الثوب على وجه الثوب، وتجي تحطي بفنيته هنا في البدايه وفي النهايه، عاد تبقاي تقادي في الوسط باش يولي قدها قد هاد القطعه التحتانيه. نبقاو نقادو هكا حتى تولي قدها، وندوزو الخيطون بحال اللي درنا في الكم. نبقاو خيطو ما بين خيط وخيط ديال ديك لي فرونس الكشكشه ديالنا، نمشيو نخيطو ما بيناتهم داك الخيوطه على بعد 1 سنتيمتر ولا اقل من 1. صافي ندوزو لا ماشين. دابا كنجمع قلنا الفرفره الثانيه مع الاولى، الاسفل ديال الاولى لصق فيها الفرفره الثانيه، والاسفل ديال الفرفره الثانيه نلصقوا فيها الفرفره الثالثه. بقاو تقادو هكا بيدكم تتكملوا. هنا نمشيو نقادو الثوب، الفرفره هذيك الاولى من الاسفل ديالها كتقادوها، ما تخليوهاش مكمشه في الاسفل ديالها، كنخليو غير الجهه اللي فيها لي فرونس. انا هاي الفرفره الاولى، الفرفره الثانيه، دابا نمشي نركب الثالثه. الثالثه قلنا قد الاسفل ديال الثانيه، نديرو نفس الشيء، نكمشوها مزيان هكا، ندير لها لي فرونس ونمشيو نخيطوها على بعد 1 سنتيمتر بحال اللي درنا لهذه الاولى. صافي مشيت علي نشدها هكا من الجهه اليمنيه، ندير فنيته، والجهه اليسريه البدايه والنهايه ندير فنيته، ونمشيو للوسط نبقاو نقادو بيدينا حتى تولي قدها، قد الاسفل ديال الفرفره الثانيه، وندوز نخيط. كملنا الفريفيرات بثلاثه، الاولى، ها الثانيه، ها الثالثه. دابا عاد غنمشيو نركبوهم مع
الكورساج. نمشيو ناخدو هذه الكسوه ديالنا من الفوقاني ديالها، وناخدو الحزام ديال الكسده، ها هو الحزام، نمشيو نحطو فيه البدايه الفرفره الاولى الصغيره، يعني نحاولوا اننا نجمعوا دوك لي فرونس ديالها حتى تولي قد قد الحزام، نمشيو نثبتوها في البدايه والنهايه، والوسط نبقاو نقادو بيدنا حتى يولي قد قد هكا. نديرو الفرفره الاولى هكا، كنقادو فنيته في اليمين، فنيته في اليسار، والوسط كنبقاو نقادو. الا كانت مزيره كتبقاي ترخفي حتى كتولي قده صافي. ندوزو نخيطو بحال اللي درنا مع الفرافر، تخيطو ما بين الخيط والخيط ديال لي فرونس ديال الكشكشه، نبقى قاد هكا حتى يوليو قد قد. انا هادشي كامل دابا خدمت الامام كله، نتوما تخدموا الظهر نفس الشيء، غتجمعوا الفريفيرات مع بعضياتهم، الفرفره الاولى مع الثانيه مع الثالثه، وفي الاخر غتمشي تاخذي الفرفره الاولى غتكرشيها ديري لها لي فرونس على قد الحزام، وتمشي تركبيهم بحال اللي كندير دابا نفس الطريقه، باش بلا ما نخدم معكم بجوج بهم نضيعوا الوقت. صافي هذه هي الطريقه. صافي هانتوما دورة العنق هي اللي من عندي انا هنا، هانتوما هاي دورة العنق هنايا، الفرفره الاولى، الفرفره الثانيه، الفرفره الثالثه هما اللي من لهيه، شفتوا؟ دابا غنمشي ندوز على هاد الفرافر كاملين سورجي هكا حتى الاخر، عاد كندوزو عليهم، عرفتوا علاش؟ باش يشدوا لنا هاد الشناتف ديال الكشكشه ديال لي فرونس، تشد لينا بالسورجي وما يبقاوش ما يبقاش داكشي مشتت. ما بغيتش ندوز انا في الاول السورجي عاد نخيط، لانها غتبقى معزولين كيبقاو بعضياتهم، الفرفره كتبقى معزوله على اللبسه ديالنا، على القميجه ديالنا ولا على الفوقاني ديال الكسوه. اللهم هكا كنجمعوهم مع بعضياتهم بالسورجي باش كيبقاوش يتحركوا، شتو؟ ما كتبقاش كل جهه بوحدها، وفاش تقربوا صباعكم عندها كلشي تاكلها لكم السورجي الموس ديالها الله يحفظ. ردوا البال وسيروا هي بشويه عليكم، شتو؟ الثوب كيتجمع ما كيبقاش مشتت. هاد الخيوط هادو ديال لي فرونس غتحيدوهم من بعد، اللي كيبقاو باينين في وجه الثوب في الاخر غتحيدوهم. ها هو هذا هو دابا الكتفين ودورة العنق، شوف شحال كبيره. غنمشيو ناخذوا لاستيك. كيفاش كناخذوا قياس ديال لاستيك؟ ها هو لاستيك، شوفوا كيفاش تاخذي لاستيك، بغيتي مزيار ولا بغيتي مرخوف. هنا عندنا سنتيم ونص في العرض ديال لاستيك تاعنا. شحال ناخذوا في الدوران؟ غتمشي تاخذي عليك على هاد الطريقه هذه، ليك ولا لبنتك ولا الكليانه، غتجي تاخذي سنتيم وغتعبري هكا. كانت دايره الفولاغ محجبه غديري لها على هاد الطريقه هكا مزير هكا. بغات شويه مرخوف اكثر من هاك كديري هكا. داكشي اللي لقيتي غتحطيه في لاستيك، لا زياده ولا نقصان هكا. الا ما كانش دايره فولاغ وبغاتو هكا تبقى باش تهبطها على كتافها، ديري لها داك القياس كبير. دابا غنجي هنا لاسفل لكم، اسفل لكم، وغنمشي نجمع الجوانب ديال الكسوه ديالي من اسفل لكم حتى الاسفل ديال الكسوه على بعد 1 سنتيمتر. هنايا فرفاره مع فرفاره، الخياطه ديال الفرفاره مع فرفاره،
تركيز مع تركيز هكا. المهم كل خياطه كتحطوها فوق خياطه باش ما يجيكمش مديكالين، ما تجيكمش جهه فايته جهه، تبقاي ماشيه هكا حتى الاخر حتى الاسفل ديال الكسوه. هانتوما فرفاره مع فرفاره، ما كاين ماشي جهه طالعه جهه هابطه، حتى الاسفل جهه اخرى ديروا نفس الشيء. دابا كنجمع الجوانب ديال الكسوه ديالنا. وانتي كتخيطي فاش كتوصلي للفرفاره تقريبا البدايه ديال الفرفاره الثالثه، كتمشي للاسفل وكتثبتي فنيته من الاسفل باش ما تجيكم جهه طالعه جهه هابطه هكا. بقى نثبت مزيان. بعد ما عبرت الدوران اللي بغيت بحال اللي وريتكم هنا، جاتني فلاستيك 70 سنتيمتر في الدوران كامل. نقطع على 70 قلنا في العرض ديال لاستيك سنتيم ونص، حنا غنديرو في الطويه سنتيم ونص وفايته 2 مليمتر، يعني سنتيم فاصلة 7 ماشي فاصلة 5. هاي تركيز هاي دورة العنق. قلت لكم دائما كتكون الطويه زايده على لاستيك في العرض ديالو ب2 مليمتر. نطوي هنايا نص سنتيمتر ونعاود نطوي سنتيم فاصلة 7، نطوي النص ونعاود نطوي سنتيم فاصلة 7، يعني سنتيم ونص فايته شويه. بغيتي تبقاي غدا وكتعبري بحالي بقاي ماشي وكتعبري، سينون تقدري تثبتي هادشي كامل بفنايت عاد تخيطي. بالنسبه للمبتدئات انتي كتعبري وكديري فنايت وبقاي غدا كتخيطي وكتحيدي فنايت من الاحسن. نطوي هنا النص ونعاود نطوي سنتيم ونص. فاش كنا كنخيطو خليت واحد 3 سنتيمتر غنخليهم محلوله باش ندخلو لاستيك. الوغ كنكونو خلينا واحد 2 سنتيمتر ولا 3 باش ندخلو لاستيك، نقطعو زوائد الخيط ونمشيو ندخلو لاستيك تاعنا، ناخدو واحد الفيلين وندخل لاستيك. باش ندخل لاستيك الدوران كامل. صافي دخلنا لاستيك كامل. دابا تبقاي تقاديه بيدك هكا عاد تمشي تسديه باش ما يبقاش مقلوب. ها نتوما حيت بدا كيتقلب هنا، تتاكدي انه مقلوب ما والو هكا. عاد نمشيو نسدو لاستيك تاعنا. غنجي هنا نثبت الفنيته باش ما يزلقش لاستيك ونمشي نقاد الدوران كامل، يكون قد في لي فرونس. فاش نكمش هاد لاستيك يكون قد في تكماش الدوره كامله، ماشي جهه مكمش بزاف وجهه لا. بقى نقاد هكا.
صافي مزيان، لاستيك ما بقى لا مقلوب لا والو. دابا غنمشي نسدو. شوفوا كيفاش غنسدو، ما نحطش واحد فوق واحد باش ما يجيش مدكوك غليظ. شوفوا كيفاش كنحطو واحد فوق واحد، ولكن بهذه الطريقه. ما كنديروش هكا ونخيطو، حيت كتبقى لنا مدكوكه الخدمه. صافي بعد ما كملنا نمشيو نخيطو لاستيك تاعنا. شوفوا كي كيدور، باش غنتفاداو هكا مع المده ما يبقاش يدور اللاستيك. غنوريكم بعد شنو ديروا. صافي كملنا. دابا شوفوا هنا كيفاش غنخيط لاستيك. شوفوا صافي نمشي نرتق هكا، نبقاو نمشيو نجيو بلا غيطمون مزيان حتى تثبتوا لاستيك تاعنا، ومن بعد غنمشيو نسدو ديك الفتحه اللي خلينا. ها نتوما شوفوا الزاز، شوفوا كيفاش جات تبارك الله لا فينيسيون. شوف دابا باش ما يبقاش يتقلب لنا لاستيك، غتجي هنا تجبديه شويه، ما تجبديش بزاف وتمشي تخيطي في الوسط. هذا هو السر باش ما كيتقلبش لاستيك، ولكن تجبدي شويه. صافي هكا غيبقى لنا مثبت لاستيك، ما يبقاش يتقلب، وكيعطينا واحد الشكل زوين. نقطعوا الزوائد ديال الخيط. دابا غنمشي ندير الخياطه ديال الاسفل الفستان، يعني غنمشي ندير الخياطه في الوغلي، نكفوها نطوي النص ونعاود نطوي النص. انا كنفضل انكم ديروا غير نص سنتيمتر في الخياطه، كتجي زوينه حليل، وكتجي ملي كيجي سنتيم كبير كتجي خايبه. بقى نمشي نخيط على الحرف ديال الثوب على بعد 1 مليمتر. دابا مشينا لاسفل الكم. هاد الخياطه هذه كتبقى باينه ديال السورجي وهادشي، نطويها على جهه واحده ونمشي نخيط فوقها نيشان على بعد نص سنتيمتر، باش فاش نكونوا لابسينها ما تبقاش خارجه لنا ديك السورجي وداك الخياطه وداك الشيء. صافي كملنا، رتقنا ديك البلاصه كمام بجوج بيهم، نقطعوا الزوائد ديال الخيط. شفتوا باش ما كيبقاش هنا نكونوا لابسينها ما يبقاش يتحرك لنا داك الزوائد ديال الثوب وبقى مرون هكا. دابا غنمشيو نركبوا الحزام، نخدموا الحزام ديالنا. جوج القطع كنا لقمناهم متر ومتر، غنمشيو نجمعوهم هنا من الوسط ونخدم الحزام ديالي.
تجي هنا البدايه. شوفوا كيفاش نطوي هنا، انتبهوا معايا. نطوي واحد هكا، ونطوي واحد في الجانب اليمني وواحد في الجانب اليسري. شتو؟ واحد هكا الفوق، واحد في اليمين وواحد في اليسار، سنتيم سنتيم، وتبتو بفنايت باش تجيكم خياطه مقاده. صافي دابا غندوز لا ماشين، نخيط على بعد 1 مليمتر، نحيد الفنايت، نخلي ابره هابطه، نهز الصباط وندور، نطوي 1 سنتيم هنا لتحت، واحد الفوق، ونجمع هكا، ونمشي نخيط على الحرف. تتاكدوا هنا ان كيبان لكم الثوب من التحت، باش تاكدوا ان الخياطه كتشد لكم في التحت والفوق. بحال الجهه التحتانيه كتكون شويه مغلبه على الفوقانيه، كتكون باينه. هانتوما انا كنخيط وكيبان لي الجهه التحتانيه، عاد نخيط باش ماشي تكملي عتلقي راسك ما شديتيش الجهه التحتانيه. شتو؟ صافي نكمل حتى الاخر. صافي غنمشي هنا في الاخر غندير نفس الشيء، نطوي الفوق ونطوي في الجوانب ونثبت هكا ونمشي ندور بحال اللي درنا في البدايه. دابا غنمشي نخدم لي باسون، ناخذ قطعه ديال الثوب عاديه نطويها على جوج ونخيط على، نخلي 1 سنتيمتر. دوك لي باسون العرض ديالهم غيكون 1 سنتيمتر. هما لي باسون هما فين كندخلو السمطه، داك الحزام فين كتدخليه بحال في السراول كندخلو السمطه ديالنا في واحد الخرصات ياك. ايوا هذوك هما لي باسون. كنجي نقطع هنا نخلي نص سنتيمتر ونمشي نقلب. شتو؟ كتخلي سنتيم واحد في العرض ديال هاد الباسون، و القيمه ديال الخياطه كتخلي غير نص سنتيمتر. صافي نمشي نقلب هكا. دابا غنجيب ديك الخياطه الوسط، هادي غتحاولوا تجيبها الوسط هكا، ونمشي نخيط في الجوانب بجوج بهم على بعد 1 مليمتر هكا، والخياطه هي الوسط كتشوف فيا باش كتجينا الفينيسيون زوينه. خيط على بعد 1 مليمتر في اليمين و1 مليمتر في اليسار. هنا فاش غندور غير عشوائيا لان غنقص من هادو ماشي مشكل. غنجي نقسم هادو على جوج، وكل باسون غديري فيه 6 سنتيمتر. صافي كل واحد نخلي فيه 6. دابا غنجي هنا لاغوب ديالنا، هانتوما الكميمات هي صافي كملناها. غنجيو الجهه ديال الحزام هنا فين خيطنا الحزام مع الفرفره الاولى، تما غنديروا لي باسون. شوفوا شنو غندير، ها هي خياطه الحزاميه هادي، وهنا خياطه الجوانب مع خياطه الحزام. غتمشيو لخياطه الجوانب غطلعي من خياطه الحزام 2 سنتيمتر وتهبطي بجوج. نقطه البدايه هنا الباسون فين تحطيها، ونقطه النهايه. غنمشي ناخذ الباسون ديالي، الجهه الزوينه هي اللي كتشوف فيا ماشي اللي فيها الخياطه الوسط. نطوي سنتيم
بعدا غنمشي ندخل الكسوه هكا، كتدخلوا على ورقه واحده، يعني على جهه واحده هكا عندك، وتكون مطويه على جوج حتى نوصلوا للحزام. نطوي سنتيم هكا في الباسون، ونجي نحطها مع العلامه الاولى، ونمشي نخيط على بعد 1 مليمتر، نرتقها مزيان، نثبت الخياطه، نمشيو نجيب الخياطه ونمشي عاوتاني الجهه الفوقانيه نطوي سنتيم، ونحاول نحطها مع الخياطه الجوانب، الوسط الخياطه الجوانب، ونحطها مع العلامه اللي درنا ديك 2 سنتيمتر اللي طلعنا بها، ونمشي نخيط على بعد 2 مليمتر. صافي الباسون الاخر غتخيطو بنفس الطريقه. تمشي الجهه الثانيه، تدخلي ثاني الثوب على ورقه واحده على جهه واحده من الحزام، كنهبطوا بجوج ونطلعوا ب2 سنتيمتر مع الخياطه الجوانب. صافي نمشي نحط الباسون ديالي، نطوي سنتيم ونخيط هكا، ونطوي سنتيم ونخيط جهه اخرى، وهكذا كنكونوا سالينا. صافي بعد ما خيطوا هذه غنوريكم الشكل النهائي. نتمنى ان الموديل نال الاعجاب ديالكم ان شاء الله، وما تنساونيش بلي لايك وبلي كومونتير. فوالا البنات، هانتوما شوفوا كيفاش دايره تبارك الله، يعني راه قياس 40. وشوفوا جات قدها، شو كي جاتها. هنايا درت لها على يدي اليمنيه الحجاب، وهنايا خليتها عاديه على يدي اليسريه. صافي شوفوا كيفاش جات تبارك الله الفينيسيون طب. فوالا غنقول لكم السلام عليكم، تنتلاقاو ان شاء الله في درس قادم، ولا حتى نتلاقاو في شي فيديو جديد. وصافي دابا الدروس سالاو، تندوز العطله ديالي ان شاء الله، ونتمنى يكون الجديد باذن الله. كنتسنى التشجيعات ديالكم، لي لايك ولي كومونتير فضلا وليس امرا. ونقول لكم شكرا بزاف بعد على التعاليق ديالكم الزوينه اللي كتحفزني، والدعوات الزوينين تبارك الله. البنات كيدعيو معايا من قلبهم. غنقول لكم شكرا بزاف، ولكم بالمثل اللي دعات معايا بشي دعوه الله يعطيها بالمثل ديالها ان شاء الله، بالمثل يعني ربي يعطيها داكشي اللي طلبت لي الله يعطيه ليها ان شاء الله. فوالا نقول لكم السلام عليكم.